بمشاركة نحو 400 فيلم وثائقي وقصصي قصير من إيران وأكثر من 100 دولة في العالم. المهرجان الذي تميز بمشاركة أوروبية واسعة طغت المواضيع الاجتماعية والسياسية على أفلامه. عمر هواش والتقرير التالي. إنه مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة، بدأ وهو يكمل عقده الثالث أكثر تنوعا واكتمالا. رحى المنافسة دارت بين نحو 400 فيلم قصير من القارة الأوروبية وأمريكا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى أفلام آسيوية وإفريقية وعربية. جل الأفلام جاءت اجتماعية، والسياسية منها انحازت لقضايا الإنسان. القسم الرئيسي في المهرجان اختص بأفلام الأسرة والقضايا الاجتماعية والحروب والطبيعة والفولكلور. تمكنا من استقطاب 109 دول في العالم، وهناك قسم مختص بالعالم الإسلامي. هو يأتي في الربيع، فيلم أمريكي بدا حياديا وهو ينتصر للإنسان في حرب كوسوفو. نهاية الفصل الثالث فيلم عراقي لامس قصص اليتامى من أطفال العراق، وخاض في مأساتهم على أنها أسوأ نتائج الغزو الأمريكي. أفلام البلد المضيف كانت الأكثر عددا، بحثت في قضايا اجتماعية وتميزت بتقديم أفلام بلغات محلية. هنا يعبر الخراسانيون عن قضاياهم بلغتهم وتدعمهم الحكومة في ذلك. الحضور العربي كان عضوا في لجنة التحكيم، فكان المهرجان فرصة للنقد والتقييم. السينما الإيرانية عندها اوريدي مثل ما بنقول الشهرة متاحة والسمعة، يعني مش راح نزيد عليها، لكن أظن أنها تعاني من نفس الإشكالات التي تعاني منها السينما العالمية عموما. هناك نقص على مستوى السيناريو، نقص في التجديد في الأفكار، لكن إجمالا هناك أعمال طيبة، هناك مجهود طيب. نال فيلم إيكو من بريطانيا جائزة أفضل فيلم قصصي، أما جائزة أفضل فيلم وثائقي كانت من نصيب إيران عن فيلم المياه الحارة. عشرات الجوائز الأخرى في التصوير والإنتاج والسيناريو حصدها كتاب ومخرجون ومصورون ومنتجون. 3 أفلام أمريكية وعشرات الأفلام الأوروبية شكلت حضورا غربيا مميزة في المهرجان الإيراني. هنا يقال قد يكون التقارب في الفن والثقافة بوابة إلى تقارب ما في السياسة. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين هذه